السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو ياريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في مدينة شربين. من بداية الشقة كده نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك للعروسين يا رب. إن الريسبشن كده مفتوح على بعضه، مكون من 3 قطع: انتريه والسفرة والركنة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها ويبدأ بحاجتها في الهنا والبركة والسعادة. ده كده شكل الانتريه، كان مكون من 2 كنبة و2 كرسي فوتيه. وزعنا لها كده على الترابيزات بعض الانتيكات. هنا البوفيه بتاعها كان جزئين ما شاء الله. هنا حطينا لها 2 شمعدان كده وطفاية على شكل بجعة على الجزء الأول، والجزء التاني حطينا لها عليه بونبونيرة. هنا وزعت لها كده المعالق بتاعتها في الدرج الأول من البوفيه. وهنا باقي رفايع المطبخ بقى على غير العادة. يا ترى عملنا لها رفايع المطبخ ليه في أدراج البوفيه؟ هنشوف دلوقتي. هنا عملنا لها في الرف كده بعض الكوبايات الشاي اللي هي بأطباق. وهنا جزء من الطقم الأكروبال، باقي الأطباق بتاعته. هنا بقى في الضرفة التانية كان باقي طقم الصيني. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طقم الصيني بتاعها كان كامل. اللهم بارك. جبنا بقى اللي هي الأطباق بتاعتها كلها هنا، جمعناها لها في الضرفة دي كده على رفين. هنا كان شكل البونبونيرة زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على بقى ندخل على كان اللي هي الطرقة مقابل للسفرة. هنفهم دلوقتي. النيش بتاعها كان جوه الطرقة. حطينا لها من فوق كده طقم شاي وجاتوه، ووزعت مع بعض الكاسات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها هنا طقم خشاف وطقم قارورة وبعض الكاسات. وحطيت لها هنا بقى الطقم الصيني، ومن تحت طقم الأكروبال. اللهم بارك. كانت الأذواق هادية ورقيقة زيها. طقم الشاي والجاتو كان تحفة. كان مضلع كده. حط كاسات لايقة معاه. هنا عملت لها الرف ده كريستالات ما شاء الله. كان كريستالات اللي هي البوهيم الجولد. وهنا عملت لها الطقم الصيني. طقم الأكروبال كان لايق عليه جدا ما شاء الله. اللهم بارك. الأجواء هادية ورقيقة زيها. عروسة قمر، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويصلح حالها. كان الكولدير كده جنب النيش، قريب للريسبشن. والناحية التانية كانت الديب فريزر بتاعها ما شاء الله. المطبخ كده في ظهرنا زي ما حضراتكم شايفين في المرايات. الديب فريزر اهو، ده المطبخ على طول نلف نلاقيه. كان ما شاء الله مفتوح كده. اللهم بارك. نظرة كده كانت الغسالة على الشمال والتلاجة على اليمين. دي الطرقة اهي. السفرة كانت في المقابل كده، والنيش على الشمال واحنا داخلين. ده كده شكل المطبخ. بسم الله ما شاء الله. كان في وحدة كده نيش مطبخ في أول المطبخ كده مضيئة، وكانت بتطل على الريسبشن يعني. مش عارفة أنا، يعني أنا عارفة أشرح لكم ولا لأ، بس أكيد انتوا فاهميني. هنا اللهم بارك كده شكل النيش بتاع المطبخ. كان مقابل ليه النيش كده في ظهري. هنا بقى وزعت لها في النيش كل الإزاز بتاعها. بسم الله ما شاء الله. طقم شفشق كده من فوق، وبعض الكوبايات. يعني رفعت لها الحاجات اللي هي مش تستعملها دايما. وهنا أطقم كاسات. وهنا بقى طقم كاسات كده وطقم جيلي وزعته على الأجناب كده. وهنا برضو طقم كاسات وبعض الكوبايات اللي هي الشاي التقديم. هنا طقم قهوة كده وزعته مع بعض الكوبايات. هنا شوبات عصير بقى وكاسات. ومن تحت برضو الشوبات اللي هي الآيس كريم دي والجيلي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه رأيكم بقى في رصيف في شقة عروستنا النهاردة؟ ادعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، وادعوا لي بالتوفيق. وادعوا لكل عرايسنا، وادعوا لكل المسلمين وأهل غزة وكل المسلمين في كل مكان. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة،
وتشيروا الفيديو بقى علشان ان شاء الله كل العرايس تشوفه. هنا بقى كانت الوحدة اللي هي فوق التلاجة حاطط لها فيها العجان بتاعها وبعض علب التلاجة كده، ومن فوق الشواية ومكنة التقطيع. بسم الله ما شاء الله. الظروف كانت برضو للسقف. اللهم بارك. بس للأسف يعني اللي عامل المطبخ ما استغلش صح. هنا عملت لها من فوق صواني ألمونيوم، كله صواني الألمونيوم، ومن تحت صواني تيفال وطقم حل اللي هو الصاج المجلفن، وحطيت لها برضو الجريل وبعض المقالي قريب لإيديها كده علشان الظروف يعني مش أحسن حاجة. هنا بقى بعض الحوامل المجات وطقم معالق وطقم التوزيع ده حطيته لها تحت جنب البوتاجاز مع المناديل، وحطيت لها الناحية التانية طقم التوابل. وهنا في الكورنر كده الاير فراير. بسم الله ما شاء الله. هنا الكاتل، وعملت لها هنا كان في رف كده عملت لها في كورنر سكريات بقى ومجات وطقم شاي وقهوة ما شاء الله. هنا بقى الأجهزة بتاعتها عملت لها من فوق خالص في الرف المرتفع الطقم البايركس. وهنا الخلاط الكيتشن ماشين الكامل اللي هو الخلاط الطقم الكامل يعني، وحطت لها اللي هي استعمالها تحت. هنا بقى رفعت لها الترامس من فوق وطقم حافظ الطعام. في الأجناب كده حط لها صواني تقديم. ومن تحت خالص كانت علب تلاجة بورسلين وطقم صواني ستيل. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى الدرج الوحيد اللي معانا كان فيه منظم كده، استغليت من تحت وحط لها من فوق المعالق والحاجات اللي هي تستعملها. ومن تحت بقى بعض السكاكين يعني بعض الحاجات برضو اللي تبقى قريبة لإيديها، وباقي الحاجات حطيناها في الدرج اللي بره زي ما حضراتكم شايفين. كان في درجين تربو حطيت لها برضو حاجات المكرونات والحاجات دي في درج، والتاني سبته للخضار. هنا بقى الضرفة دي عملت لها فيها طقم الجرانيت من فوق وكامل كده بسم الله ما شاء الله. كان معاه صواني ومقالي، ومن تحت حطيت لها الطقم الستيل ستيل زهران. وحطيت من جوه بقى حلة الضغط، وكان في حلة كبيرة خالص اللي هي بتاعة العزومات. حطيت لها براد ستيل بقى وكانك ستيل. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بقى كانت أرفف ديكورية كانت جايبة لها الحاجات الرقيقة دي. كانت عروستنا رقيقة أوي، ذوق جدا ما شاء الله. كان ذوقها عالي. اللهم بارك ربنا يسعدها. الطرفة بقى اللي تحت اللي هي اللي فوق الشفاط ده حطيت لها من فوق طقم السيراميك الكوري زي ما حضراتكم شايفين كده، ومن تحت الطقم التيفال اللي هو السافلون. كان معاه لبانة كده، حطيت كل طقم مع حاجته. ربنا يسعدها يا رب. هنا بقى الطرفة التانية حطيت لها فيها بعض الكوبايات، يعني الكوبايات المتكررة، كوبايات الشاي وطقم الشاي اللي هي بأطباق. وهنا كوباية النسكافيه والهوت شوكليت وبرضه بعض الكوبايات اللي هي بأطباق ما شاء الله. ومن تحت برضه شبات مية وبعض الكوبايات. اللهم بارك. كان في بقى اللي هي كان في برضو أرفف ديكورية كده حطينا لها وزعنا لها عليها الوردات الصغيرة دي جنب الشباك ما شاء الله. ورأيكم بقى في رصي في المطبخ، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وشجعوني كده بكومنت حلو يكبر بخاطري. كان في زيتها كده جنب البوتاجاز، والضلفة دي عملتها لها للخزين كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين. وباقي التوابل اللي هي الزيادة، وعملت لها كل الخزين جوه كده زي ما حضراتكم شايفين. ومن تحت أطباق الغسيل وعلب التلاجة الكبيرة من جوه حاطة لها يعني الحاجات اللي هي تستعملها دايما من قدام كده، ومن ورا الحاجات اللي هي مش تستعملها يوميا. هنا الضرفة اللي تحت الحوض بقى كان فيها اللي هي البلاستيكات الكبيرة والباسكت ما شاء الله.
هنا بقى الرشاقة اللي هي كانت فوق الحوض حطينا لها طقم البورسلين بتاعها، وحط لها طقم شاي كده معاه، كان معاه الطقم البورسلين كان معاه مجات كبيرة، حطيت لها معاه طقم شاي. كان في ضرفة بقى مرتفعة فوق الرشاقة، حطيت لها فيها طبق التورتة ده واللي هي البولات الستيل، مش هتستعملها يوميا يعني، فرفعتها لها فوق. وهنا بقى الكوفي كورنر زي ما قلت لحضراتكم، بسم الله ما شاء الله، كل المجات القابل والمجات اللي هي الشاي اللي هي حباها حطيتها لها كلها هنا، وطقم سكريات كده. الضرفة دي بقى عملت لها فيها البورسلين بتاعها، من ورا كده كان طقم سمك، ومن قدام بقى طواجن بورسلين وأطباق بورسلين، ومن تحت طواجن فخار وبعض الأطباق بتاع الصوصات البورسلين. الضرفة كلها يعني حطيت كل حاجة مع بعضها كده زي ما حضراتكم شايفين. الضرفة الأخيرة بقى كانت بواقي بقى مجات بقى وهنا كان شفشق مية وكوباية مية من فوق، ومن تحت بقى اللي هي الكوبايات القابل دي، وبعض المجات، بما إننا يعني جنب الكوفي كورنر، فهي لو احتاجت حاجة إزاز تبقى ايه الضرفة دي جنبها يعني، زي ما حضراتكم شايفين كده. حط لهم الكاتل بس تحتها، وكان هنا غسالة الملابس، وكانت غسالة الأطباق لسه هتتركب. ما شاء الله. هنا كانت في رشاقة كده على الحوض، ده كده شكل الرخامة والتوزيعات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حط لها طقم صوصات القمر ده كده على الرخامة. قولوا رأيكم بقى في ذوق عروستنا القمر، وادعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، وقولوا رأيكم بقى في راسي، وعرفت استغل المساحة في المطبخ ولا لا، واستاهل كام لايك على راسي في المطبخ وفي الأنياش. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. هنا بقى غرفة النوم الكبيرة، بسم الله ما شاء الله. احنا ما فرشناش السرير بس والسجاد، عملنا كل حاجة، وزعنا الانتيكات والتسريحة كله، بس علشان الستاير ما كانتش لسه ركبت ولا الشاشة، فما فرشناش السرير والسجاد. هنا كده شكل الغرفة وشكل الدولاب، بسم الله ما شاء الله. هنا الضرفة الأولى بقى سيبناها للعريس زي ما حضراتكم شايفين كده، كان بس في اللي هي الدرج بتاع البناطيل دي، عملت للعروسة البناطيل بتاعتها بس. هنا بقى الضرفة اللي هي بتاعت الملابس البيتي، عملت لها شتو من فوق كده زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. وعملت لها الصف كده من تحت، كان نظام الدولاب كان جميل واللهم بارك، أخد كتير. عملت لها الرف اللي تحت كده شنط الخروج والكورسات، بسم الله ما شاء الله. وسعتها عليها كده زي ما حضراتكم شايفين، الطول ورا والقصير قدام عشان كله يبقى باين. هنا بقى الشكل كده من بعيد، ما شاء الله. الدولاب برضو كان مرتفع اللهم بارك، كان ارتفاعه عالي، ما شاء الله. تعالوا نشوف بقى الضرفة التانية عملنا لها فيها ايه. عملنا لها ايه من فوق ملايات، ومن تحت كوفرتات كده وفوط استعملها، وتحت كانت شماعة الملابس الخروج بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين كده. ربنا يسعدها يا رب، وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة، اللهم امين. هسيب لكم لينك التواصل في صندوق الوصف او التعليق مثبت، ورقم التواصل على الشاشة قدامكم. اي استفسار انا تحت امركم. احنا بدأنا حجوزات للسنة الجديدة، كل عام وحضراتكم بخير، وعاملين عروض جامدة جدا على الأشهر الأخيرة في السنة، شهر 11 وشهر 12. ادخلي بقى واسألي. هنا بقى كانت الأدراج الأولانية من التسريحة كده كانت مقسمة زي ما حضراتكم شايفين كده، وزعنا لها بقى التوك بتاعتها وباقي حاجات البادز بلاش، البادز بلاش والحاجات دي، بسم الله ما شاء الله. هنا كانت شماعة، وكان في منظم كده حطينا لها البرفيوم بتاعها، وكان في منظم للإكسسوارز برضو. هي كانت عروسة عاقلة وما شاء الله وما بتحبش البهرجة. هنا بقى كانت تسريحة الأطفال، وزعنا لها برضو بعض الأنتيكات عليها كده، بسم الله ما شاء الله. كان ذوقها عالي في اختيار الأنتيكات جامد، كانت عجباني. هنا شكل دولاب الأطفال كده زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله.
تعالوا بقى نشوف محتويات الدولاب. طبعا زي ما حضراتكم متعودين بعمل مفروشات، عملت لها رف فوط كبير كده من فوق، وباقي الفوط وزعتها على الأرفف كده زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله. عملت لها لحافين الأطفال وفي النص دفاية، ومن تحت خالص كانت بطانية كبيرة ما شاء الله. رأيكم بقى في رص في المفروشات، ورأيكم كده في شكل الدولاب. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. هنا بقى ملايات الأطفال، عملت لها في الرف اللي فوق كده ملايات أطفال، وفي النص كوفرتة دف... دفاية، وتحت بقى كوفرتات والبطاطين الأسباني ومفارش القطيفة وبعض الدفايات واللحاف الكبير وبطانية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده باقي المفروشات بتاعتها. اللهم بارك، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها ويديها كل حاجتها في الهنا والبركة والسعادة، ويرزقها الذرية الصالحة عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم آمين. وأشوفهم على خير. ناس ذوق جدا، مامة العروسة وخالة العروسة وعمة العروسة ومامة العريس وكل اللي كانوا معانا في الشقة، ربنا يبارك لهم يا رب وأشوفهم دايما على خير. هنا كان بوريكم بس شكل الغرفة وشكل السراير. الدنيا كانت رايقة وما شاء الله وجميلة. بس كان ناقصهم بس لما الستاير تركب بقى يفرشوا السراير والأرضيات زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. كانت شكل النجفة بتاعت أوضة الأطفال. اللهم بارك، كل حاجة مختارة بعناية. اللهم بارك، ربنا يسعدهم. كده أنا خلصت الشقة، خلصت الفيديو. يا رب يكون عجبكم ونال إعجابكم يا رب. يا رب يكون شغلي برضو عجبكم. لو شغلي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتصلوا على الحبيب المصطفى كتير في الكومنتات، وتدعوا دعوة حلوة من قلبكم للعروسة، هي تستاهل. العرايس بتسيب لي بصمة حلوة. يا رب أشوفهم على خير، وأشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.